يحاول المرور ليكوي، مرة ليكوي، كرة أولى من إنياكي ويليامز، واحد من أبناء النادي، مرة جانبية في لقطة أولى صعبة لصالح نصر أتلتيك بلباو. في أول كرة أتلتيك بلباو الذي لم يخسر على أرضية ميدانه هذا الموسم سوى مرة واحدة أمام فريق برشلونة، فهل سيفعلها الريال؟ فريق أتلتيك بلباو مشحون أكثر بعد فوزه، سيتخلص من عقوبة الحرمان من الاستخدامات المسلطة عليه. كرة في العمق صعبة لصالح بلباو، هاي خطيرة، أدوريز، كان النواس، لقطة ممتازة جدا كاد يفعلها بنيات، وكاد كرة في العمق وصعبة لصالح بنزيما، كارفاخال، جول! الحكم المساعد رفع الراية من هناك، كريستيانو رونالدو كان في وضعية تسلل في تقدير الحكم، وإلا كان سجل رونالدو أول أهدافه على هذا الملعب منذ 3 مواسم. كم كانت رائعة اللعبة من هناك من كارفاخال في اتجاه بنزيما، دخل كارفاخال لم يكن متسللا، رونالدو نعم كان في وضع أدوريس وعلى راؤول غارسيا، الركنية تنفذ، بالرأس وبعيدة، الركنية من بنيات عالية مرت راحت فوق المرمى، يقول حكم المباراة. الدفاع متقدم للريال، كرة عالية، فرصة أخرى ضاعت من ألفاريش، يراي ألفاريش اللعبة كم كانت رائعة بالرأس، كاد يأتي الجول الأول في هذه اللعبة الرأسية من قبل راؤول غارسيا. هل كان في وضعية تسلل أم لا؟ الحكم المساعد أعتقد قال لا، وضاعت فرصة للمدافع يراي ألفاريش. لا فرصة تقريبا ثالثة لعناصر اتلتيك بلباو. صعبة للريال، بنزيما لرونالدو، قلت لكم منذ حين لعبة واحدة كافية للريال لكي يفعلها مثل ما حدث الآن. بنزيما وكريستيانو، رجعت توني كروس، عرضية الكرة ولكنها بعيدة، ضربة مرمى، تمريرة من أروع ما يكون من كريم في اتجاه كريستيانو، استلمها وسددها بيسرى في وضعية كم كانت صعبة، ومع ذلك التسديدة رائعة من رونالدو، سقوطه على المدافع ألفاريز بهذا الشكل. شوف كيف بظهره سقط على ألفاريز، كيبا كان رائع وانقذ مرمى من جول محقق لصالح ريال مدريد عند الدقيقة 16 من عمر. ومارسيلو موجود على الجهة اليسرى، دخل كريم بنزيما، مارسيلو وكريم بنزيما، كرة ممتازة لسانو، وضعية تسلل، بنزيما، كاد يفعلها بالانسياغا بنينار صديقة من هناك. اللعبة كم كانت رائعة من كريم، والتغطية الدفاعية للركنية، الكرة خرجت، لم تكن هناك وضعية تسلل. المراوغة الرائعة جدا، التوزيع في القائمة الثاني خلف في اتجاه جاريث بيل. والبارسا والبايرن في لقاء العودة في دوري الأبطال، فمعناه مصيرك يتحدد في شهر 4. الكرة في المخالفة لصالح توني كروس، الكرة المقوسة داخل راموس، راموس يجب أن يلقب بالراسية وليس راموس، الراء موجود، أنت الراسية يا راموس. يصنع الحدث هذا العام بأهدافه الحاسمة بالراس اللي يسجلها في كل مرة، والغريب في الأمر أن الكل يعرف قدراته في تسجيل الأهداف بالراس، ومع ذلك يفلت من الرقابة راموس. المشكل ليس في ضعف المدافعين على هذا المستوى، ولكن المشكل ايضا في قوة كاسيميرو، بنزيما بتسلل رونالدو، لا وانطلقة سريعة لصالح الريال، رونالدو، بنزيما، جول لكريم بنزيما من 3 تمريرات كانت كافية للريال. منذ حين قلت لكم بأن الريال يقدر يسجل في أي لحظة من لمسة واحدة، من كرة واحدة، من تمريرة واحدة، بل هنا كانت تمريرتين. كريم بنزيما في المكان المناسب يسجل 8 أهداف للريال. اللعبة كم كانت رائعة من كريستيانو رونالدو، هاي الإعادة مرة ثانية، كاسيميرو مباشرة لرونالدو، انطلق على الجهة اليسرى، استلم بيمناه، حطها وبيسرى مررها في اتجاه كريم، لم يكن في وضعية تسلل، خلاها وصلت وضربها بيمناه، حطها على يمين كيبا، جول الريال.
عند الدقيقة 25. ريال مدريد في بلباو في متفوق بهدف مقابل 0 أمام أتلتيك بلباو الذي بدأ المباراة بقوة في الربع ساعة الأول. هدف غالي وثمين للريال في هذه اللحظات، يحطم لاعبي أتلتيك بلباو أو يؤثر عليهم بالأحرى. جول مقابل 0 لريال مدريد وكريم بنزيما أمام بيرنا. كرة خطيرة، جاريث بيل بابا قوية من جاريث بيل والصد رائع من كيبا. كاد ياتي هدف ثاني غالي للريال. رونالدو لجاريث بيل بيسرى صد الحارس من حسن حقتها واستعادت ثقتها في انفسها. الكرة في المخالفة تنفذ في القائمة الثاني. راموس الحكم يقول لك لا، ليس هناك ضربة جزاء. اللعبة لأدوريتس داخل منطقة العمليات. قال أردت أن أسددها فاعترضني المدافع خلفي. هاي هنا لا كان ذكي جدا كارفاخال في اللعبة هذه، كان ذكي جدا كارفاخال. لم يعطي الانطباع، أي نعم هو تقريبا حال بينه وبين الكرة، حتى لا أقول عرقله أو أعاقه، ولكن حال أن بينه وبين الكرة بشكل أوحى لحكم المباراة بأنه لم يخطئ، بشكل أوحى له بأنه فيه الكتف. يحاول المرور مرة ليكوي يرفع القائمة الثانية. يا مارسيلو رائع من مارسيلو. المرور يلحق عليه ويليامز، يرجع لمارسيلو. رونالدو مارسيلو، كرة خطيرة. مارسيلو كريم بنزيما كاد يسجل ثنائية. جاريث بيل والدفاع ضاعت فرصة ثمينة للريال. ويليامز يستفيد من تماسك الحكم. اليمنى دخل الشوط الأول والثاني بكيبا مع الكرة من ويليامز. صعبة. راموس وكذلك حارس كايلر نافاس. كرة أولى صعبة لأتلتيك بلباو، كاد يأتي الجول الأول وهدف التعديل. عالية بعيدة تماما في القائمة الثاني. سوء تفاهم تقريبا بين راموس وحارسه، كانت سهلة للحارس يا راموس. أتلتيك بلباو الذي دخل بكيبا في الحراسة. دو ماريوس على الجهة اليمنى، فالنسياغا على الجهة اليسرى، لابورت رفقة الفاريز في وسط الدفاع. بنيات مع راول غارسيا وايتور راسبي. ويليامز والليكوي وادوريس. الكرة في الركنية. الدفاع بصعوبة يخرجها لوكا مودريتش مرة ثانية. ما زالت عناصر أتلتيك بلباو. الحارس. شوط أول مثير ورائع، شوط ثاني نتمناه أروع وأكثر إثارة وأكثر تهديفا. في الركنية من هناك على يسار الحارس كايلور نافاس لصالح أتلتيك بلباو. الكرة مرفوعة بالراس وخرجت جانبية لصالح كايلور نافاس. الكرة هذه من رأسية لابورت. هاي الإعادة مرة ثانية. الكرة تروح مباشرة، تلعب عرضية من هناك ناحية مارسيلو، تغطية دفاعية من جانب لاعبي أتلتيك بلباو. وصلت ويليامز من عند رفيقه دي ماركوس وصلته، يلحق عليها وتوزيع. ناتشو كايلور نافاس. بنيات كرة صعبة للأتلتيك على الجهة اليمنى ناحية ويليامز، يلحق عليها ويليامز من أمام مارسيلو. ويليامز الكرة بالراس وجول. هدف عالمي لأتلتيك بلباو في منتهى الروعة. توزيعها في القائمة الثاني. جول فعلها أتلتيك بلباو عن طريق أدوريتس. فنان أنت يا راول غارسيا. توزيعها بالراس من أروع ما يكون، عالمية على الطريقة الباسكية. يا سلام. من هناك التوزيع من إنياكي ويليامز في القائمة الثاني بالبراعة والدقة اللازمتين. راول غارسيا كالمعتاد براسه حطها لك يا أدوريتس. جول التعديل لأتلتيك بلباو، مستحق هو التاسع لأريتس أدوريتس. شوف اللعبة كم كانت رائعة وممتعة. ويليامز من هناك مرر في القائمة الثاني. انت رائع يا راول غارسيا. تمريرتك بالراس ولا أروع. وجدت أدوريتس براسه الكرة في الشباك، هي وكذلك راموس وكايلور نافاس. وجول التعديل مستحق لأتلتيك بلباو.
بابا هدف رائع، نعم رائع جدا هذا الجول. هدف الريال كان رائع وهدف اتلتيك بلباو كان اروع. هدف الريال بالرجلين وهدف اتلتيك بلباو بالراس كان رائع، لان تمريرة رونالدو برجله لبنزيما رائعة، وتمريرة راول غارسيا براسه في اتجاه على فالفيردي. توني كروس دائما في تنفيذ الركنيات، مرفوعة القائم الاول. بابا جول فعل كازيميرو وسجل الجول الثاني للريال. من حسن حظ الريال ان كازيميرو كان هنالك في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وسجل جول ثاني 3 دقائق بعد تعديل النتيجة لاتلتيك بلباو. فعلها الريال ب7 أرواح، البرازيلي كازيميرو يسجل الجول الثاني للريال. كيف جاء إلى هذا المكان كازيميرو؟ كيف كان له حس في هذه الكرة ووضع مكانه في ذلك المكان، وبهذه البرودة وبهذه البراعة يسجل جول ثاني. ترك الحارس يسقط وسجل جول ثاني للريال عند الدقيقة 69 من عمر المباراة. كازيميرو فعلها وسجل الجول الثاني للريال. هل يمكن أن نقول بأنه من حسن حظ الريال أنه سجل هدف ثاني 3 دقائق بعد تلقي هدف التعديل؟ زيزو كان واقفا صار جالسا وبقي جالسا عوض ان ينهض مثل كرسي احتياطه كله. توني كروس هايله لمارسيلو، دخل رونالدو، مارسيلو توغل، مارسيلو لبنزيما، بنزيما لمارسيلو، مارسيلو لبنزيما، بنزيما دخل الكرة. مارسيلو بنزيما مارسيلو رونالدو مارسيلو. الكرة الجول الثالث للريال ضاعت وراحت عالية بعيدة تماما. هاي مارسيلو بنزيما مارسيلو بنزيما دخل ببراعة مرة لرونالدو ولاحق مرة ثانية مارسيلو والكرة بعيد رسالة على ريال مدريد. ويليامز مرة ثانية يرجع جاريث بيل لمساعدته، راحت لدي ماركوس، هلا لويليامز. ويليامز كاد يفعلها ويسجل هدف التعديل. نال منك التعب يا ماريو ويليامز، نعم أرهقت وأتعبت مارسيلو ولكن أنت أيضا تعبت. كايلر نافاس صنع الفارق في عديد المرات. رونالدو يخرج تحت تصفيقات عشاق الريال وصافرات جماهير فريق اتلتيك بلباو. رونالدو رابع مباراة يلعبها على سان ماميس الجديد ولم يسجل. يدخل إيسكو في هذه اللحظات من عمر المباراة. منياين رجع للخلف لبالونسياغو، وسهلة من هناك من أوسكار دي ماركوس، راحت سهلة لكايلور نافاس يلتقطها. دخلنا 3 دقائق الأخيرة الآن مشاهدي الأفاضل. ما زال التفوق لريال مدريد بهدف مخافة اتلتيك بلباو. ما لم يقدر عليه في 90 دقيقة هل يقدر عليه في 3 دقائق من الوقت بدل الضائع؟ كرة بعيدة وينو راموس، ناتشو مارسيلو، الكرة خطيرة والمرور، رائعة الكرة هذه من قبل كارلوس كازيميرو، تقريبا رجل مباراة اليوم. ريال مدريد يحقق فوز كبير مستحق امام اتلتيك بلباو الذي كان على الاقل كذلك يستحق التعادل. ارجو انكم استمتعتم مشاهدي الافاضل بهذا الاداء وبهذا الرتم العالي وبهذا الحرارة الكبيرة في هذه المباراة والاثارة. القاكم وانتم في صحة وعافية باذن الله تعالى. زميلي الاخضر اليك الخط، تفضل مشكور.